ازاي اتورطت الفنانة حنان ترك بفعل وفاء عامر في قضية الآداب؟ بدأت القصة في عام 1997، حيث أعلنت الداخلية المصرية القبض على كل من الفنانين وفاء عامر وحنان ترك بتهمة الانتماء إلى شبكة دعارة وممارسة الفسق والفجور، وذلك أثناء تواجدهما في شقة تخص سيدة تستورد أزياء احترافية من الخارج، وادعت أنها ذهبت فقط لتجربة وشراء ملابس استعراضية. وفقا لتفاصيل القضية، طلبت إحدى السيدات من وفاء عامر الدعوة لحضور منزلها لشراء ملابس، والذي كشف لاحقا بأنها شقة اشتبهت فيها الشرطة بالشبهة، فتم ضبطهما معا داخل تلك الشقة، مما أدى إلى توقيفهما واحتجازهما لمدة 12 يوم رهن التحقيقات. وقد اتهمت وفاء عامر بحسب روايات المتداولين بأنها جلبت حنان ترك إلى المكان، مما دفع البعض لرؤية أن حنان ترك تورطت بسبب الاتصال المباشر الذي أجرته بثقتها، أي وقعت ضحية دعوى ساذجة من صديقتها وفاء عامر. وبعد انتهاء التحقيقات برأت النيابة كل الفنانتين وأفرج عنهما وأغلق الملف لعدم ثبوت التهمة. تأكيد أن وجودهما كان صدفة بحتة وليس مؤامرة مدبرة منهما.